ويا اهلا وسهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما مبسوطين. وحشتوني جدا جدا جدا. جيت لكم في فيديو جديد وروتين جديد، وروتين النهارده فيه مفاجاه في اخر الفيديو، فعايزاكم تتابعوه بقى وتقولي رايكم، يعني رايكم ايه في المفاجاه دي. وطبعا ما تنسوش بقى اللايك، يعني بجد بتمنى ان انتوا تدعموني وتشجعوني بلايك للفيديو وتشيروه. وطبعا لو حد جديد مش مشترك في القناة وعجبته، ينورني طبعا ويشرفني انك تنضم لينا من كلمة اشتراك هتلاقيها باللون الاحمر تحت الفيديو. كمان دوسي علامة الجرس وكلمة الكل علشان يوصلك اشعار اول ما انزل اي فيديو او بوست او صور او اي حاجة عندي على القناة، توصلك بكل سهولة وفي وقتها. وطبعا تكتبي لي كومنت قمر زيك وتقولي انك مشتركه جديده معانا في القناه علشان اعرف وارحب بيكي. بصوا بقى، في الوقت ده كده انا كان ابني صحي، فبعته للالبان يعني اللي جنبنا، جاب لي لبن وزبادي وجبن ومش عارفه ايه. وانتوا عارفين اول ما بجيب الجبن لازم افضيها في علب، ما تحطوهاش يا جماعه في اللي هي الاطباق الفويل ولا الكلام ده كله لان مضر. واصلا الجبنه ما بتبقاش حلوه وبتنشف فيه. وبعدين كنت عايزه لبن بلدي، مش عارفه بالرغم ان انا بستعمل اللبن اللي هو العلب. بس نفسي هفتني على لبن بلدي في اليوم ده فجبته. وقلت بقى كده ايه، اعمل فطار ليا انا والولاد. فقلت اشارككم بيه عشان تتشجعوا وتتحمسوا كده، واللي مش بيفطر لا قوموا افطروا. دايما لما ولادي يقولوا يا ماما مش قادرين نفطر، اقول لهم يعني هي العربيه بتمشي من غير بنزين؟ قوموا يا ولاد عشان ناخد كده شويه بنزين. بصوا بقى، انا كنت هنا قبلها يعني بكام يوم كده، بيومين تقريبا، كنت عامله مكرونه بصلصه. انا ولادي يا جماعه من النوع اللي بيعشقوا حاجه اسمها مكرونه بصلصه. فلما دايما لما بعملها بركن كده ايه، كام معلقه صلصه كده، يعني وهي بعد ما خلاص واتسبكت وكل حاجه، علشان ولادي بيحبوا قوي اللي هو البيض بالطماطم ده جدا، يعني يمكن بيحبوه اكتر من البيض الاومليت والكلام ده كله. فقلت بقى اطلعها من التلاجة وكسرت لهم فيها كام بيضه كده، وقلنا نقعد كده ونفطر. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، انا طبعا بسلم عليكم كلكم، كلكم وحشتوني، وكلكم كومنتاتكم بتنورني وبتفرحني جدا جدا جدا. بس في حاجه، في كام حد كده، كام اكونت انا مش بشوف التعليقات بتاعتهم، فقلقانه عليهم. يعني انا دايما بتواصل معاكم وبطمن عليكم من خلال تعليقاتكم، يعني طالما انتوا بتعلقوا لي فانتوا الحمد لله بخير، ودي حاجه يعني بتطمني عليكم، ودايما يا رب تكونوا بخير وفي كل سعاده. زي الاكونت اللي هو اسماء سماسيمو، حبيبه قلبي فينك بقى انتي مش بتعلقي خالص؟ يا رب تكوني بخير كده، ولو بتسمعي الفيديو بيطمنيني عليكي. وكمان حبيبه قلبي ام عبد الباسط، انا عارفه ان انتي بتعلقي لي وعارفه انك غيرتي الاكونت، بس انا مش عارفه يعني الاكونت الاسم مش بيبقى واضح، فاكتبي لي من الاكونت الجديد ان ده اسمك علشان اعرف، لاني بجد ببقى قلقانه عليكي جدا وعاوزه اطمن عليكي. وطبعا بسلم على علا حبيبه قلبي من جوه، وخالته ام علي احلى خالته في الدنيا، وميرفت بجد، يعني انا بحبك جدا وبحب كومنتاتك. وماجي، دايما يا ماجي لما بخلص الفيديو بقعد استنى الكومنتات بتاعتك القمر اللي بتشجعني وبتحمسني. فبجد انا بحبكم كلكم، الناس الجديده اللي دخلت القناه، يعني دخولكم ده شرفني ونورني، وبجد انتوا احلى حاجه بجد حصلت، فربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم نعمه في حياتي. احنا هنا بقى نرجع للفيديو بتاعنا. كنا خلاص فطرنا، وطبعا زي ما قلت لكم ان في تفاصيل كتير بتحصل بس انا ما كنتش بصورها. قلت بقى ادخل اعمل الغدا علشان انا كنت مستعجله وعايزه انزل. بصوا بقى، انا دايما لما بسلق الفراخ انتوا عارفين معايا وعملناها مع بعض في القناه، الخلطه بتاعه سلق الفراخ 500 مره. اللي انا بجيب الكبه فيها بصلايه وطماطمايه وورق لوري، وكمان كام فص حبهان كده، واهم حاجه، وطبعا شويه ملح، واهم حاجه بقى زي نص معلقه خل، وكمان شويه سكر. الخل والسكر دول بيخلوا الفراخ يعني اللحم بتاعها طري جدا وبتبقى حلوه قوي. بضربهم كلهم بحطهم ايه في الفراخ وانزلها في ميه السلق. انا بقى في الوقت ده كنت مستعجله ونازله، فبصراحه ما كانش عندي وقت، فقلت خلاص غسلت الفراخ كويس جدا ورحت ايه، نازله كده بيها في الحله، اديتها صدمه من الناحيتين بمعلقه سمنه صغيره، سمنه بلدي، تسخن كويس، وانزل بالفراخ زي ما انتوا شفتوا. خرطت بصلايه وايه، كل وش بقلبه وبرش عليه رشه فلفل اسود وطماطمايه، وخلاص على كده. في ورق لوري حطي، عندك جزر خرطي وحطي، طماطمايه حطي، مفيش اي مشكله. وبنزل بقى ايه بالميه السخنه عليها واسيبها لحد ما تستوي، برده بتبقى الشوربه حلوه جدا. وفي تريكات لو مش عايزين تعملوها بلاش، انا قبل ما بطفي على الشوربه بحط فص توم، فص صغنطوط يعني، فص واحد بس توم في الشوربه يا نيمو. ايوه يا جماعه، هو مش بيبقى طعمها توم بس، بيبقى طعمها حلو ومميز وريحتها بتبقى حلوه وما فيهاش اي زفاره. اهو انا حطيته. وكمان هو فص واحد مفروم، وكمان بنزل على طرف المعلقه سمنه بلدي او زبده.
بصي يعني اعملي الشوربه بالطريقه دي وهتلاقي الناس جايه لك من اخر الشارع تقولك يا جماعه انتوا عندكم شوربه هنا ريحتها حلوه قوي. قلت بقى كده اعمل اكل سريع. عملت هنعمل مع بعض باميه بالشوربه كده على طول، وهنعمل كمان فريك. الناس اللي قبل كده كانوا بيقولوا لي نيمو هو انت على طول مع الاكل بتعملي فريك فريك؟ بصوا يا جماعه احنا من طبعنا، يعني انا وجوزي وولادي، يعني ان احنا ما بناكلش رز كتير، مش عارفه ملناش فيه قوي بصراحه. فبنستبدل الفريك مكان الرز، يعني دايما تلاقوا جنب اي اكل بعمله، جنب الملوخيه جنب الباميه مش عارفه ايه، الفريك ليه؟ علشان احنا بنعتبره مكان الرز، احنا بنحب ناكله كده مكان الرز. فما تستغربوش من النقطه دي خالص يعني. بصوا بقى لما باجي اعمل الباميه بنزل بشويه شوربه، ما تكتروش الشوربه قوي علشان الباميه ما تحسوش ان هي يعني ايه صيصه كده في وسط الشوربه. وكمان بنزل بشويه كزبره، حبه توم كده حلوين، الباميه برضو ايه تحب التوم الكتير. كل ده في الشوربه يغلوا مع بعض، ومعايا ايه مكعب مرقه يغلوا مع بعض. غلوه كويسه قوي بالكزبره والثوم، وبعدين هنعمل لها الطشه. يعني انا بحط كزبره في الحله وكزبره في الطاسه، يعني وانا بعمل الطشه، وتوم في الحله وتوم بقى ايه اللي هو المتحمر. بصوا دايما خدوها قاعده كده، التوم اللي هو بيتحط ني كده ده بيبقى ليه طعم حلو، والتوم اللي بنحمره في السمنه بيبقى ليه طعم حلو. فانا بقى بحب اخد الطعمين مع بعض واحطهم في اكله واحده. فصدقوني بجد لما بتدي الاكله كده حقها وتمشي بخطواتها كده الحلوه ما تكسليش فيها، بتلاقوا الاكل طلع طعم ومسكر وجميل، والكل يقول لك نفسك حلو في الاكل. هو ده النفس اللي في الاكل، مش اكتر ولا اقل، ان انت بتدي الاكل حقها. المهم هنا نزلت بكيس الباميه ده، كان كيس متفرز عندي، وجبت بقى الهاند بلندر وضربتها. تقدري بقى تعمليها بالهاند بلندر، تقدري تسيبيها تهدى شويه، تاخد غلوه وتهدى شويه، وتعمليها في الخلاط ضربتين كده وخلاص، يعني زي ما تحبي. وطبعا زمان كنا بنعملها بحاجه يا جماعه اسمها المفراك، مش عارفه انتوا عارفين ولا لا، يعني اللي عارفه يكتب لي. وحاجه خشب كده، ومن تحت عامله زي الايه شكل النجمه، وكنا بنلفه كده. ايام بقى يعني ماما كانت تعمله زمان، دلوقتي ما بقيش تعمله بصراحه. تيتا بقى الله يرحمها كانت دايما تعمله. المهم ضربتها كام ضربه في الهاند بلندر، ما تنعمهاش قوي ولا تخليها خشنه. طبعا انت ايه عينك ميزان اكلك على طول كده، انت بتبقي شايفه الحاجه الكويسه وهتعمليها. جيت بقى اعمل الطشه هنا عادي جدا، تومه وشويه زبده. نحمر التومه الاول. التفاصيل دي او يعني بصوا التفاصيل الدقيقه دي عشان العرايس اللي داخلين جداد. بتحمري التومه الاول شويه، وبعدين تنزلي بالكزبره. اوعي تنزلي بالكزبره مع التومه، لان الكزبره ما بتاخدش وقت على النار، فهتتحرق قبل التومه تمام، وهيبقى الاكل طعمه مش حلو. بس كده. بصوا زي ما انتوا شفتوا، زي ما بقول كل مره الاكل بيخلص بسرعه ازاي، كل العيون شغاله. يعني انا حطيت الفراخ تتسلق، كانت خلاص داخله يعني في السوا خلاص، قبل ما اطفي عليها كنت واخده شوربتها ومشغله العين التانية بعمل الباميه. نقلت الباميه على العين التانية، ورحت ايه هنا بعمل الطشه، فاهميني؟ كمان يا بنات الباميه اللي هي الخضره دي، او ايه بتسموها باميه ايه فرك مش عارفه، او الويكه، يعني على حسب بقى انتوا بتسموها ايه. ما بتغليش، يعني خدوا بالكم هي بتقلب بس غلوه وخلاص. لو غلت كتير هتلاقوها عملت ايه، هتلاقوا لونها سود او احمرت غمقت كده، وتبقى طعمها مش حلو خالص، فخدوا بالكم من النقطه دي. بس كده هنا خلاص كنت نزلت بقى بالتومه على الباميه. زي بعد التومه بديها غلوه واحده بس زي ما قلت لكم، وتبقى ايدي بتقلب فيها علشان ايه ما تغليش كتير مني وتبوظ. وهبتدي بقى ان انا اعمل الفريك. في الوقت ده بقى انا اصلا كنت نقع الفريك يعني بغسله كويس قوي. وانا دايما بجيب كميات عشان احنا بنستعمله كتير، بحطه في الفريزر، ما مش هيجرى له حاجه ولا هيتجمد ولا اي حاجه، بس بيحافظ طبعا ان هو ما يسوسش ولا يجرى له حاجه. فباخد الكيس اللي انا عايزاه وابتدي ان انا اغسله كويس جدا مره واثنين وثلاثه، وبعدين بنقعه بشويه ميه مغليه من الكتل. بيخلص معايا بسرعه، يعني ما بياخدش ساعه نقعه وخلاص، عكس ان انا انقعه في ميه عاديه هياخد وقت كبير. فانا كده كنت نقعاه، وهبتدي بقى ايه ان انا اعمل بقى الفريك بتاعي. الفريك يا بنات انا بحب احط له بصلايه. في ناس بتعمله من غير بصل، لا انا بحس البصلايه بتديله طعم مميز ومسكر، بتسكره بتخلي طعمه حلو قوي. بصلايه والفريك حبيب السمنه البلدي والفلفل الاسود، وهي بصلايه بس كده، هو ده الفريك بتاعك. نزلت بقى زي ما انتوا شفتوا ببصله ومكعب المرقه والزبده وشويه ملح. وخدي بالك لا يملح منك عشان احنا حاطين مرقه وحاطين في الشوربه ملح. يعني انت تدوقي برضو، وزي ما قلنا عينيكي ميزان لاكلك. وبس كده هعمل معاكم بقى الفريك.
وخلاص على كده عايزاكم بقى تتابعوا وتقولوا لي رأيكم في اللي انتوا هتشوفوه اخر الفيديو. دايما بجد لما انا بجيب حاجة او بعمل حاجة ببقى نفسي ان انا اشاركها معاكم قوي، عشان انتوا ايه يا حبايبي، يعني انتوا بتبسط لما بشارك معاكم الحاجة اللي انا بجيبها وتقولوا لي رأيكم فيها ايا كانت. صدقوني حلوة وحشة انا بتقبل الاراء، المهم ان انا بحس ان انا بقول لاخواتي زي ان انا في طبيعة حياتي لما بجيب حاجة بقول لاخواتي، فانتوا اخواتي فدايما بحب اشارككم بكل حاجة بجيبها. بصوا بقى زي ما احنا شفنا نرجع للاكل بتاعنا ونبطل رغي. البصله يا دوبك تصفر مش تحمر، وابتدي ان انا يعني تبقى لونها الذهبي الفاتح، وابتدي ان انزل بالفريك بتاعي اللي قلنا نعينه. حسيت ان هو ناشف ومحتاج شويه سمنه، انزلي بشويه سمنه واقلب بقى كده ايه كله مع بعضه، وطبعا شويه فلفل اسود ونظبط الملح وخلاص على كده. بحط له شويه الشوربه واغطي عليه شويه شوربه صغنطتين، اغطي عليه بس يعني يستوي معايا اكتر. وخلاص بدخله بقى الفرن. عايزه اقول لكم الفريك كمان ليه كذا طريقه، ممكن نضيف له طماطمايه بيبقى طعمه حلو قوي وبتبقى جوسي جدا جدا جدا. انا لما بفتكر بضيفها يعني طماطمايه كده مضروبه في الكبه مش معصوره يعني، او مبشوره. هنا بقى عملت ايه، هنا نفسي هفتني قلت طب ما انا ادخله في طواجن، دايما الطاجن بيدي طعم للاكل بيخلي طعمه حلو كده. فقلت رحت حطيته في طواجن، وابتديت بقى ان انا انزل على كل طاجن بشويه شوربه، علشان لو دخلناه كده من غير شوربه في الفرن هينشف، فانا بنزل بشويه شوربه عشان بس ما يبقاش ناشف. شويه شوربه صغنطتين، وعلى الوش هحط كام نقطه سمنه صغنونه كده. على فكره يا جماعه انتوا بتلاقوني بحط سمنه كتير، هي مش كتير، هي كميات قليله جدا على طرف المعلقه، بس انا بحطها على مراحل، هي دي الفكره، لكن انا مش بحط كميات كبيره. بس المهم بقى حطيت كده كام حته سمنه صغنطوطه مع شويه الشوربه، ودخلت الطواجن الفرن وكان طعمه حلو جدا جدا. بجد الطاجن بيدي طعم حلو قوي للفريك، واحيانا كمان لما بعمل بالملوخيه بقدمها لهم في الطاجن، نحس بقى بالاكل بتاع بره. كلنا بقى والحمد لله، وفي اليوم ده نزلنا. بس الاول تعالوا اوريكم بقى القمر اللي انا جبته. ان بصوا بقى. انا دايما كنت اقول لكم انا حاسه اني انا عندي سفره ونيش بس. فما حبيتش ان انا اجيب بوفيه، يعني مش عايزه الخم المكان، فكنت حاسه ان المكان اللي ورا السفره محتاج حاجه. طب يا ربي محتاج ايه؟ المهم هو كان محتاج مرايات. المرايات دي انا جايباها من بدري جدا، المقطع ده يعني المقطع ده بس متصور من بدري قوي، قبل ما اركبها تقريبا من ساعه الشتاء، وانا ما كنتش نزلته معاكم يعني. المهم دي المرايات، هم 4 مرايات. انا اخترت الشكل والديزاين وجبتها اونلاين من على البيج على انستجرام. عايزه اقول لكم يا جماعه انا بجد يعني من خلال الفيديو بشكر البيج دي جدا جدا جدا. ناس محترمه، ناس ملتزمه في مواعيدها، وحقيقي انا صربعتهم شويه في ان هم يجيبوها لي، بس حقيقي وصلوها لي قمه الذوق والاحترام، واسعارهم حلوه جدا جدا. هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت الفيديو، واللي عاوزه برضو يقول لي. المهم انا اخترت ال4 مرايات، بعت لهم الديزاين وصممناه مع بعض وبعتوه لي بعد ما اتقسم بالمقاسات اللي انا عايزاها. بعت لهم طبعا المقاسات طول وعرض، بتبقى فيه نسب لما بتحطي حاجه ورا السفره، بتبقى فيه نسبه من السقف للارض والكلام ده كله. وده المكان الفاضي، بصوا دي السفره، وده اهو المكان اللي هو الفاضي كنت بشاور لكم عليه اللي ورا السفره يعني. تمام، اكيد انتوا عارفين يعني ريسبشن عندي، فكنت دايما حاسه المكان ده يعني محتاج حاجه. فانا حسيت ان انسب حاجه اجيبها هي المرايات. المهم يعني كانت دي المرايات، واخترت اللون الشامبين، في جولد وفي سيلفر وفي لون بني وابيض والكلام ده كله، بس انا عندي الحيطه اوف وايت فقلت الابيض مش هتبان، فاحسن حاجه كانت اللي هو اللون الشامبين ده. بصوا بقى هنا جوزي كان بيخرم يعني المرايات. هقول لكم على فكره حلوه قوي قوي، هو دايما بيعملها بصراحه، يعني انا سرقاها منه فهقولها لكم في الفيديو. بيجيب حته قماشه مبلوله، تمسحي بيها الحيطه مكان الحته اللي انت هتخرمي فيها، تمام، وهي مبلوله، وهو كان بيمسكها كده يحطها تحت ايده. اي تراب نازل من الحيطه مكان التخريم هينزل في حته القماشه دي، ولو في تراب هيلزق في المكان اللي انت بتخرمي فيه. انتوا عارفين هي الفكره في ايه؟ الفكره ان الميه بيلزق فيها التراب. فبصوا اهو هو كان ماسك القماشه المبلوله دي، بصوا كل التراب نزل، ولا بقى نزل على الارض ولا بهدل الدنيا ولا اي حاجه. الناس اللي بتشتكي لما بنخرم حاجه في الحيطان الشقه كلها بتعفر وبتتبهدل، لا جربوا الطريقه دي. امسحوا الحته اللي انتوا هتخرموا بيها بفوطه بميه، وامسكوا الفوطه تحت الشنيور كده هيلزق فيها كل التراب. بصوا بقى القمر والحلاوه، بجد بجد انا مبسوطه بيهم جدا. ده الديزاين اللي انا اخترته، لما بيتجمعوا عباره عن 3 دايرات كده مع بعض فبيعملوا شكل حلو قوي. يعني هما زي ما انتوا شايفينهم،
هما عبارة عن ايه، عن 4 تابلوهات كده زي ما انتوا شايفين، كل واحد فيه الرسمة اللي هي عاملة زي الاكس دي، مش عارفة اوصفها لكم بس اكيد انتوا شايفينها. لما بيتحطوا ال4 جنب بعض بيعملوا شكل ال3 دايرات والشكل ده. فبجد الديزاين كان عاجبني جدا جدا جدا، وحاساه يعني حلو وشيك كده وهادي، واللون لايق جدا طبعا. محبتش اعمل بني ولا الكلام ده، فحسيت ان هو الشامبين ده احلى لون، يعني حتى هو احلى من الجولد. عايزاكم بقى تكتبوا لي رايكم، بجد انا متحمسه جدا اعرف رايكم، واستنوا بقى التجديدات الجديده في المطبخ وحاجات كده، وشيروا لايك للفيديو، واستنوني في فيديو جديد. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.